مع بداية المراجعة النهائية وبداية حل الشوامل هتلاقي نفسك بتغلط غلطات كتير جدا، ونسبة كبيرة من الأسئلة اللي بتحلها غلط، وحاجات كتير انت ناسيها وكأنك ما خدتهاش خالص. تعالى اقول لك تعمل ايه في المشكلة دي، بما اني كنت زيك كده برضو وقعت في نفس المشكلة. ازاي قدرت اني اعدي المرحلة دي واعالج المشكلة دي؟ انا دكتور عمر صبري حسان، ويلا بسم الله. انت دلوقتي بدأت تحل، سواء بتحل شوامل او بتحل على الفصول، بس بتقابلك مشكلة انك بتلاقي اسئلة كتير عندك غلط، حاجات كتير انت ناسيها. فالمشكلة دي سببها ايه، وازاي تعالج المشكلة دي، وازاي تتجنبها اصلا من الاساس؟ بص يا معلم، انك تغلط دي حاجة عادية جدا جدا، وخاصة الفترة دي، لانك الفترة دي لسه بتبدأ تجمع المناهج. بس اللي مش عادي انك ما تستفادش من الغلطات دي. فتعمل ايه عشان تتجنب الغلطات دي، وتعمل ايه عشان تستفاد منها؟ خلينا الاول في انك تستفاد منها. ازاي تستفاد منها؟ بانك تعلم على الاسئلة اللي بتغلط فيها، او تنقلها في كشكول مخصص للاسئلة دي، وتجمعها كلها في حتة واحدة، وتفهم فكرتها كويس جدا، او حتى تكتب فكرتها جنب السؤال نفسه. كل سؤال انت بتستفاد من فكرته او بتستفاد من المعلومة اللي بتغلط فيها، لازم تكتب الفكرة او المعلومة دي جنب السؤال نفسه او في الكشكول زي ما قلنا كده. طب الاسئلة دي هتعمل فيها ايه، او احنا بنعمل كده ليه اصلا؟ هقولك. الاسئلة دي هتكون زي مرجع ليك كده، هتبدأ كل شوية ترجع تبص عليها، بحيث انك تفتكر فكرتها وتعرف المعلومة اللي انت غلطت فيها، بحيث انك متغلطش في المعلومة دي او في الفكرة دي بعد كده خالص. لانك طالما غلطت في السؤال مرة، ممكن بنسبة كبيرة تغلط فيه تاني. فعشان نتجنب المشكلة دي اصلا، نحاول نحافظ على الفكرة او نستفاد من الغلطات اللي بنغلطها. طب ازاي نتجنب الغلطات دي اصلا؟ لو تلاحظ، اول خطوة عملناها عشان نتجنب المشكلة دي اصلا، اننا علمنا على الاسئلة ديت او نقلناها في كشكول، بحيث نرجع لها كل شوية وعرفنا فكرتها عشان ما نغلطش فيها تاني. ده هيقلل بنسبة كبيرة غلطاتك بعدين في نفس الأفكار دي. تاني حاجة، لو انت مش متأكد من حاجة، ما تحلش عليها غير وانت مراجعها كويس جدا، بحيث انك تكون مجمع الدرس او الفصل اللي هتحل عليه، وده هيقلل بنسبة كبيرة غلطاتك في الدرس ده. بس كده، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، وتبص بصة على الديسكريبشن لان بسيب لك فيه لينكات فيديوهات مهمة جدا بتساعدك، وتشوف باقي الفيديوهات على القناة. بس كده يا شباب، سلام.